في أول زيارة له زار وفد من البرلمان الجديد المنتخب حديثا معبر راس جدير. الوفد ضم 18 نائبا ترأسه رئيس مجلس النواب محمد بن ناصر، والنائب الأول عبد الفتاح مورو، والنائب الثاني فوزية بن فضة. بن ناصر قال بأن زيارة اليوم تأتي في إطار مساندة قوات الأمن المرابطة في المعبر وعلى الحدود مع ليبيا. احنا جينا بالذمة هوني لأن نشعر أن الضباط والجيش والمسؤولين والأمن هم اليوم بعاد عن عائلاتهم، لأن الواجب يقتضي كونهم يضحيوا ويتحملوا الشيء اللي هم يتحملوا فيه. حبينا باش نعبروا لهم بالمناسبة هذه عن تقديرنا، عن محبتنا باسم الشعب التونسي، باسم نواب الشعب وباسم الشعب التونسي. هذه لحظة حبينا نعبروا فيها عن محبتنا وكذلك عن تقديرنا واعتزازنا بالعمل اللي قايمين به، خاصة في ظروف صعيبة. وإذا كان الناس ترقد في الليل هما يسهروا الليل ومعناها قايمين بالعمل بتاعهم، يعني منذ أشهر توا، منذ الثورة. فيهم اللي عنده يعني توا سنوات اللي هو يقيم في الخيام، هذا الكل باش يدافعوا على تونس وباش يحميوا تونس. وتعتبر هذه بادرة ممتازة من قبل نواب المجلس الجدد، وخاصة بالتزامن مع حلول المولد النبوي الشريف.